اهلا بيكم في فيديو سهل وبسيط من فيديوهاتنا. هنعمل النهاردة بخور لبان الذكر، وهو من الانواع السهلة والبسيطة والصحية لمرضى الصدر والحساسية. معايا 100 جرام من لبان الذكر، عليهم 20 جرام من العطر، يعني نسبة العطر لنسبة لبان الذكر هي 20% من وزن لبان الذكر. معايا الوان، انا هنا حبيت اغير لون اللبان الذكر، انتي مش حابه تغيري لونه عادي. انا هنا جبت لون بيجمنت وحطيت الدرجه اللي انا حباه اوصل لها. معايا برطمان بغطا علشان اعرف اقفل على البخور بتاعي واعتقه. هبتدي احط 100 جرام لبان الذكر، عليهم اللون بتاعي الدرجة اللي انا حابة اوصل لها، وهحط 20% او 20 جرام من العطر. انا هنا اخترت عطر العود علشان حابة ان البخور بتاعي يبقى بعطر العود. العطر بجيبه منين؟ بجيبه من عند شارع الورق. في ناس كتيرة جدا في شارع الورق ده في العتبة بتبيع المنتجات والخامات والادوات كلها بتاعه الهاند ميد والعطور والكونكريت وكل والشموع والحاجات دي كلها. هبقى اقول لكم على اماكن المخصصه للبيع الحاجات دي بالظبط في فيديو تاني. انا جبت العطور ديت انا بجيبها اللي هي مخصصه في صناعه الشموع، ما بجيبش اي عطور. العطور ما ينفعش اجيب عطور فيها كحول، علشان انا اصلا البخور بتاعي هيتحط على فحم مشتعل، فما ينفعش يبقى فيه كحول عشان ما يشتعلش معايا ويسبب لي لمشاكل. ببتدي اقلب المكونات بتاعتي، اللبان الذكر، اللون، العطر كويس جدا علشان لبان الذكر يمتص العطر كويس. نبدأ بقى في مرحلة التعتيق. بعمل ايه في التعتيق؟ ان انا بقفل البرطمان بتاعي بعد التقليب كويس جدا، وابتدي الفه في ورقة او في كيس اسود، واحطه في درج او احطه في ضرفة، يعني في مكان ضلمة، لمدة من اسبوع ل10 ايام. طيب خلال فترة التعتيق بعمل ايه؟ اني انا بطلع البرطمان بتاعي كل يوم، افتحه واقلب شوية كويس علشان العطر بتاعي ما يسقطش تحت، يبقى في القاع، والبان الذكر ما يبقاش فيه العطر. لا، انا خلال فترة التعتيق بطلعه وبقلبه علشان لبان الذكر بتاعي يمتص كل العطر اللي موجود معايا. وبس كده. بعد ال10 ايام او الاسبوع ببتدي استخدمه عادي. بجيب الفحم بتاعي المشتعل عادي خالص، وببتدي احط عليه قطعة من لبان الذكر بتاعي اللي عليه العطر، وبيعطر لي الدنيا، والمكان بتاعي بيبقى فواح بالعطر اللي انا بختاره. عندك اختيارات للعطر زي ما انت عايزه، فيه عطور كتيره جدا زي ما انت ما تحبي تختار العطر بتاعك. انا هنا اخترت عطر العود. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس.